السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض أغرب وأجمل القطع الأثرية اللي اتحفرت في التاريخ. كل واحدة فيهم فيها قصة تفتح باب لعالم تاني، والعلماء مش قادرين يفسروا كل اللي فيها لأنها مش مجرد فن، دي شفرات من التاريخ. كاس لايكورجس، كاس روماني عمره أكتر من 1600 سنة، لكن الغرابة مش في شكله، الغرابة في سحره. لما تبص عليه وهو مضاء من قدام لونه أخضر، لكن لو نورته من ورا لونه يتحول لأحمر دموي. الكاس مصنوع من إزاز ممزوج بجزيئات دقيقة جدا من الذهب والفضة بمقاس نانومتري، وده شيء العلماء ما اكتشفوهوش غير في العصر الحديث. التكنولوجيا دي اسمها دايكروليك جلاس، ومعناها ان المادة بيتغير لونها حسب الإضاءة. هل الرومان كانوا فاهمين كيمياء النانو ولا كانت صدفة عبقرية؟ لحد دلوقتي محدش عارف. قبعة شفرستاد الذهبية، قطعة مذهلة من الذهب الخالص عمرها أكتر من 3000 سنة، مش خوذة حربية لكن غطاء رأس كهنة. القطعة دي من العصر البرونزي ومزينة برسومات دقيقة على شكل دوائر وخطوط. والغريب العلماء اكتشفوا إن الرسومات دي مش عشوائية، دي تقويم فلكي معقد بتحسب دورات الشمس والقمر بدقة مدهشة. يعني مش بس تحفة فنية، دي أداة علمية كانت على رأس إنسان من 3000 سنة. تم اكتشافه سنة 1835 في بلدة في ألمانيا، وهو معروض حاليا في متحف التاريخ في ميونخ. زودياك دندرة، نقش محفور على سقف معبد دندرة في مصر، عمره أكتر من 2000 سنة، وهو أول خريطة سماوية متكاملة في التاريخ. بيظهر فيه الكواكب والأبراج وحركات النجوم في تصميم دائري مدهش. النقش ده بيخلي ناس كتير تقول إن قدماء المصريين كان عندهم علم فلك متقدم أكتر من أي حد تاني وقتها. تم نقله من مصر في القرن التسعتاشر، وهو حاليا معروض في متحف اللوفر في باريس. سجادة بازريك، أقدم سجادة في العالم، عمرها أكتر من 2500 سنة. تم اكتشافها متجمدة في قبر ملكي داخل جبال التاي بسيبيريا في روسيا. النسيج معقد جدا والتفاصيل فيها مدهشة، خيول وفرسان وزخارف هندسية. الدقة والتعدد الهائل من العقد في كل سنتيمتر بيخلي علماء اليوم يبصوا لها بإعجاب. معروضة حاليا في متحف الأرميتاج سانت بطرسبرغ. قناع ورقة، أقدم وجه منحوت في التاريخ، عمره أكتر من 5000 سنة، من حضارة سومرية في العراق القديم. منحوت بدقة مذهلة في الرخام الأبيض، الوجه أنثوي، عيونه واسعة، تعبيره هادي. تم اكتشافه في مدينة ورقاء في العراق سنة 1939، وهو محفوظ الآن في المتحف الوطني في العراق ببغداد. عربة شمس تروندولم، تحفة برونزية من العصر البرونزي، عمرها أكتر من 3000 سنة، عبارة عن حصان بيجر عجلة شمس مذهبة. الفكرة كانت إن الشمس بتتحرك عبر السماء على عربة بيجرها إله أو حصان. تم اكتشافها سنة 1902 في مستنقع بمنطقة تروندولم الدنمارك، ومعروضة حاليا في المتحف الوطني في كوبنهاغن. قرص نبرة السماوي، قرص نبرة السماوي، قرص برونزي عمره حوالي 3600 سنة، مرصع بالذهب، بيظهر عليه الشمس والقمر والنجوم، وأكثرهم وضوحا كوكبة الثريا. العلماء بيعتقدوا انها كانت بتستخدم لمعرفة مواسم الزراعة من خلال مراقبة النجوم. تم اكتشافه سنة 1999 في مدينة نبرة ألمانيا، وهو حاليا في متحف ما قبل التاريخ. التحف دي مش مجرد قطع من المتاحف، دي رموز لحضارات كانت بتفكر وتلاحظ وتحاول تفهم العالم بطريقتها. ومع كل تحفة بنتأكد ان اللي قبلنا كانوا أذكى بكتير مما كنا فاكرين.